السلام عليكم اصدقائي وصديقاتي، اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامجكم في التسعين. اتمنى كل اللي بيتابعنا على اليوتيوب يدخل يعمل لي اشتراك في اليوتيوب ويفعل زر الجرس، وكل اللي بيتابعنا على الفيسبوك يدخل يشترك في صفحتي على الفيسبوك باسم في التسعين مع محمود الجندي. هنتكلم النهارده عن مباراه سيراميكا كليوباترا والنادي الاهلي اللي النادي الاهلي قدر يفوز فيها بنتيجه 1-0 لحسين الشحات. شوط اول بدأ بعنوان ان النادي الاهلي تفكيره كله في المباراه النهائيه اللي هي هتقام يوم الاحد باذن الله بين الاهلي والوداد، نهائي افريقيا باذن الله. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي. بس شفنا برضو ان حلمي طولان قدر ان هو يقفل على مفاتيح لعب النادي الاهلي من اول المباراه، وطبعا كتفهم زي ما احنا بنقول كده بالعربي ان هم ما قدروش يتحركوا خالص. كانت الحلول الوحيده للنادي الاهلي عن طريق المهارات الفرديه سواء لحسين الشحات او علي معلول من ناحيه الجبهه اليسار، وقدر دايما ان هو يشكل خطوره من ناحيه اليسار سواء من حسين الشحات بالمهارات الفرديه اللي قدر يلعب كوره لكهربا وقدر الحارس يمسكها وراحت ضعيفه، وسواء بثرو باص من عمرو السوليه اللي قدر يحط كهربا قدام الجول، بس كهربا ضيع الكوره بشكل غريب جدا. مجمل الشوط الاول كان رتم بطيء جدا جدا، بس كان مجمله ان اللي كان بيشكل خطوره دايما كان حسين الشحات ومهارات حسين الشحات. نيجي للشوط الثاني واللي كوره قال لهم ان احنا لازم نلعب كوره سريعه شويه ولازم نتحرك اسرع من الاول، وقال لهم ان احنا لازم ننوع الهجمات دايما سواء من خط الوسط او من الوناج لانهم هم قافلين على الاطراف جدا. قال لهم كمان ان احنا لازم ننوع الهجمات سواء ان احنا هنخترق من الوسط او من على الاطراف، او ان احنا نلعب باص طولي نخترق بيه الدفاعات المتكتله دايما في خط الوسط والدفاع. فقدر ان هو باص طولي عن طريق محمود متولي لحسين الشحات وبمهاره عاليه جدا ان هو يقدر يحط هدف الاول للنادي الاهلي. وطبعا احنا شفنا الفار اللي احنا معلش لو احنا قاعدين او نايمين وصحينا هيكون الفار لسه بياخد قراره ولسه بيفكر حتى ياخد قراره. اتاخر جدا في قراره في الفار، وبعد 4 دقائق او 5 دقائق من المشاورات قدر الفار ان هو ياخد قراره ان هدف الاهلي صحيح. وشفنا بعد كده ان الاهلي ضيع فرص كتير عن طريق تاو، وطبعا الكور دي او الفرص دي هنحتاجها جدا في مباراه الوداد اللي جايه باذن الله. فاتمنى ان اللعيبه تركز سواء كهربا او تاو، وان احنا نقدر نستغل كل فرصه بتجي لنا باذن الله في مباراه الوداد. واتمنى ان حضراتكم تتابعوني، ما تنسوش لايك للفيديو وشير، وبشكر حضراتكم. مع السلامه في برنامجكم في التسعين.